اليوتيوب كان اغلب اليوتيوبرز عليه ما بيظهروش بوشهم لاسباب كتيره، وغالبا كان بسبب ضعف الامكانيات اللي عندهم. بس بعد فتره تحولت خوارزميات اليوتيوب لدعم فكره الظهور، واصبح اليوتيوبر اللي بيظهر بوشه الخوارزميات بتساعده اكتر. لكن في بعض اليوتيوبرز اللي مرضوش يظهروا بوشهم وتحدوا اليوتيوب، وفعلا فيهم اللي نجح كتير زي باري تيوب ونسايز ودريم وراندوم مان وغيرهم كتير. مع ان المجهود المبذول في الفيديوهات اللي اليوتيوبر ما بيظهروش فيها اكبر بكتير من انك تظهر بوشك. فانا في الفيديو ده هتكلم معاكم عن اسباب تفضيل بعض اليوتيوبرز لعدم ظهورهم في فيديوهاتهم. لايك وسبسكرايب ويلا نخش في الفيديو. اول سبب ممكن اليوتيوبر يواجهه في بدايته هي ضعف الامكانيات، زي عدم وجود كاميرا احترافيه او اضاءه احترافيه. فده طبعا بيأثر لان المشاهد عايز يشوف جوده حلوه، واليوتيوب بيدعم الفيديوهات اللي جوده التصوير والاضاءه فيهم مظبوطه، فبيفكر اليوتيوبر في بدايته ان ما يظهرش بوشه. تاني سبب معانا وهو ان في يوتيوبرز كتير ما بيحبوش يظهروا نفسهم او يعرفوا تفاصيلهم لمتابعينهم خوفا من المضايقات او حفاظا على خصوصياتهم، لان اليوتيوبر لما بيتشهر ده بيأثر جدا على حياته الخاصه. ممكن ما يعرفش يخرج مع اهله في مكان عام، وممكن تلاقي بعض المتابعين بيصوروا اليوتيوبرز من غير ما ياخدوا اذنهم، وده طبعا بيضايقهم جدا، وده ما يسمى بضريبه الشهره. تالت سبب هتكلم عنه وهو الحمد لله يعني مش موجود في وطننا العربي، وهو التنمر، او ان اليوتيوبر يكون خايف بدل ما الناس تتريق على شكله. وهناخد على سبيل المثال اليوتيوبر دريم اللي كان من انجح اليوتيوبرز الفتره اللي فاتت لحد ما قرر انه يظهر وشه، وللاسف بعد ما ظهر وشه الناس اتنمرت عليه واتريقت على شكله وفضلوا يسفوا عليه بطريقه وحشه، واللي ان شاء الله هيكون ليه فيديو لوحده. وطبعا اليوتيوب منصه ابداعيه، وكل شخص بيحب يقدم محتوى بالطريقه اللي بيحبها سواء بظهوره او لا. وطبعا ده نهايه فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو او ما عجبكش قول لي رايك في الكومنتات واشترك واعمل لايك. وده فيديو عن سبب فشل بيودي باي.